السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم. مرحبا بكم في قناتي أخبار DZ. قبل أن نبدأ الرجاء الاشتراك في القناة تدعيما لنا وحتى يصلكم كل جديد. بعد هذا الفيديو اللي دار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المرأة اللي دخلت في شجار عنيف مع جارها بسبب خصام الأولاد، وكلكم تعرفوا الأولاد اليوم راهم متخاصمين وغدوا أصحاب، يعني الكبار ما لازمش يتدخلوا لهذا الدرجة. اللي خلات الرجل هذا يضربها ضرب مبرح، والله منظر يدمي القلوب ما فعله هذا الملتحي. كان من المتوقع أن تقدم المرأة المعتدى عليها شكوى ضده، لكن تم تدخل جماعة خير من ولاية أخرى، على ما أعتقد ولاية وهران، وعملوا جلسة صلح وتم الصلح بين المرأة زوجها والجار. نشوفوا مع بعض واش تكلم الملتحي وطلب السماح في الفيديو الآن. من حضور هذا المجلس الكرام وقع شجار بينه وبين أختنا الجارة، وهذا كان كما قال الله عز وجل في محكم التنزيل: إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوا عدوا. يعني يمكن الشيطان دارها ما بيناتنا. نتقدم كما قال لك باش نطلب سماح من اختنا وخونا هنا محمد، ونسال الله كما قال لك تكون هذه كما قال لك بعد هذا صلح، كما قال الله: فاصلحوا والصلح خير. نسال الله يكون مجلس خير والصلح خير. هذا الأمر أثار موجة سخط لدى بعض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا جلسة الصلح هي ظلم في حق المرأة، وأن الجماعة ضغطت على الطرف المظلوم لإسقاط حقه. راح البعض الآخر أن الصلح يكون جيد، لكن في حال كان الشجار بين الرجل ورجل وليس مع امرأة واعتبروا حقا. لكن البعض الآخر أيد الصلح لتفادي الحقد والانتقام، خاصة مع الأحداث التي تجري الآن، أحداث انتقامية وأحداث إجرامية.